في أيضا قضايا تتعلق بالواقع. مثلا من القضايا الواقعية اللي لازم نناقشها: كم هو عدد سكان الدول الأربعة التي يتواجد فيها الكرد بكثافة كبيرة؟ كم هو عدد هذه الدول السكاني؟ إذا كان بتلاحظ أنه عدد سكان الكرد هو يتجاوز ثلث عدد سكان هذه الدول. هاي قضية أساسية جدا. أقل توصيف سكاني للكرد هو 60 مليون، وأكثر توصيف سكاني للكرد هو 100 مليون. والاختلاف بين ال60 وال100 هو استنادا لتبعثر الكثير من الكرد في مناطق جغرافية أخرى وضياع جزء من هويتهم، ففقدوا التكلم باللغة الكردية، وبالتالي أصبحوا يعني موجودين ضمن المحيط العربي والمحيط الكردي والمحيط الفارسي، هاي الدول الأربعة. فاستنادا لهذا الشيء كان هناك اختلاف بتوصيف العدد، لكن بأقل توصيف عددي للكرد هم ثلث سكان الدول الأربعة. هل هناك عاقل يصدق بأن ثلث سكان الدول الأربعة جاءوا لاجئين أو نازحين من مناطق مثلا في وسط آسيا خلال 10 سنوات؟ هل يعقل بأن 100 مليون بني آدم، يعني لازم تتخيلوا الكرد أنه هن غالبية الأربع دول، الغالبية السكانية للأربع دول، ويجب عليك أن تتخيل أيضا بأن بقية السكان هم من اختلاف، ليسوا من عرق واحد. يعني الترك مثلا ليسوا كلهم ترك، يعني بيضل مثلا في عندك في تركيا ولنفرض 60 مليون، هؤلاء ال60 مليون هن تمازج، ليسوا عرق واحد. في عندك في سوريا في عندك مثلا ولنفرض 14 إلى 17، قديش ما بعرف والله بالضبط، هدول ليسوا عربا، هدول تمازج. في عندك بالعراق نفس الشيء، وفي عندك في إيران نفس الشيء. لكن الكرد هن جسم عرقي واحد. هذا الجسم العرقي الواحد إذا جيت قارنته بالأجسام العرقية الثانية بتلاقي غالبية سكان الدول الأربعة. غالبية سكان الدول الأربعة أجوكم لاجئين أو نازحين خلال 1920 و1910، وهي التوقعات الفلكية اللي أنتم بتحطوها. جبتوا 100 مليون بني آدم حطيتوهم بالشرق الأوسط، اجوا 100 مليون وحطيتوهم وقعدتوا تتفرجوا عليهم هيك، وهن عم بيجوا 100 مليون. ده هذا 100 مليون يا زلمه، انت بتعرف شو؟ في عندك اوتوستراد عرضه 150 كيلومتر ومفتوح وجاي كثافه سكانيه فيه، وراكبين كلياتهم يعني سيارات معبايه ناس، وما بيوقف الطريق ابدا على الاطلاق 24 ساعه على مدى 50 سنه لحتى يوصلوا. هل هناك عاقل يستطيع ان يفكر بهذه الطريقه؟ ده نحن حتى متفقين على انه عدد الكرد لا يقل عن 60 مليون، متفقين. يعني حتى الناس اللي بيهاجموا الكرد ما بينكروا انه عدد الكرد اقل توصيف لهم هو 60 مليون واكثر توصيف لهم هو 100 مليون. كيف زبطت معكم هاي؟ فاذا هاي النقطة مهمة جدا. النقطة الثانية اللي هي الوجود الجغرافي للكرد. لاحظ الخريطة اللي بيحطوها دائما الشباب على كردستان. هاي الخريطة الجغرافية اللي بيحطوها هي موجودة في قلب الدول الأربعة، وهي متصلة. كلمة متصلة مهمة جدا. يعني الكرد موجودين في هذا المربع، هو طبعا مستطيل ولكن أنا بفترض أنه مربع، موجودين بهذا المربع وليس هناك فوارق. يعني ما في عندك كرد موجودين على سبيل المثال في منطقة في إيران وكرد موجودين في جنوب سوريا وهناك انقطاع. ما في عندك هذا الشيء. الكرد موجودين في منطقة تتميز بميزتين. الميزة الأولى هي التواصل، يعني منطقة متصلة، الكرد موجودين بهذا المكان. النقطة الثانية اللي هي عدم الانفصال، وفي المركز، في مركز هذه الدول الأربعة موجودين هون بالوسط. شو بيعني هذا الشيء؟ بيعني أنه هاي الدول هون مركزها، بالأصل هون مركزها. في عندك كثافة سكانية نحن اتفقنا عليها قبل شوي، كثافة سكانية كبيرة جدا، وفي عندك مركز جغرافي كبير جدا يسكنه هؤلاء الكثافة السكانية، وهي متواصلة مع بعضها جغرافيا وليست منفصلة. طيب شلون زبطت معكم؟ فإذا هاي قبل ما رحنا على التاريخ أبدا على الإطلاق، شلون زبطت معكم أنه هذا الشيء حصل في 100 سنة من الزمان؟ شلون زبط معكم أنه حصل في 200 سنة من الزمان؟ أضف إلى ذلك أنه لم يكن الكرد أبدا على الإطلاق مسيطرين على الحالة السياسية. يعني الحالة السياسية اللي موجودة سواء في سوريا والدول الأربعة هلا ولا قبل منها لم تكن أبدا على الإطلاق تسمح لهم بشيء جديد، لأنه دائما وأبدا القوى السياسية اللي بتكون مسيطرة على الأرض تخاف كل الخوف من أي قوة سياسية تظهر. كانوا دائما يخافوا من التكتلات، إذا بدها تظهر تكتلات فكانوا يذهبوا دائما باتجاه بعثرتها.
كيف هذا حصل؟ هذا شيء مستحيل جدا. هاي نقطة أيضا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. النقطة الثالثة، الوجود الكردي في الشرق الأوسط في العصور الوسطى. أنتم بتعرفوا أنه ظهر دور كبير جدا للكرد في الشرق الأوسط في العصور الوسطى. تحديدا هلا نذكر مثلا شخصيات مثل صلاح الدين وأسد الدين شيركو، هالقضايا هاي وعلى الشخصيات هاي. هل من المعقول أن يكون هؤلاء الناس جاءوا خلال مثلا 5 سنوات من أواسط آسيا وجاءوا إلى الشرق الأوسط وتسلموا القيادي وقاموا بحرب ضد الصليبيين وطهروا الأرض وصنعوا مملكة؟ هل يعقل هذا الشيء؟ إلا إذا كان في شيء واحد أنا بإمكاني أفهمه، هالدول هاي والشرق الأوسط كلياتها ما كان في زلمة ورحتوا أنتوا استأجرتوا أو جبتوا زلمة حقيقي، رجل حقيقي قادر يحرر الأرض، وأنتوا تجيبوه عقد عمل، قائد عقد عمل، وتعطوه الأرض وتقولوا له بس حررنا المنطقة من الصليبيين. هل هذا كمان ينطبق على العقل؟ لا يوافق العقل هذه الطروحات أبدا على الإطلاق. هاي لسه ما دخلنا بالتاريخ أبدا على الإطلاق، ولا بس نحن لسه عم نناقش الواقع. هاي النقاط دائما وأبدا عند اللي بننجر للحوارات بنبعد عنها، لكن هاي النقاط هي أهم من التاريخ نفسه، لأنه هون التاريخ في الوسط، قاعدة التاريخ في الوسط. طالما أنه نحن اتفقنا، هلا استنادا لكلامي، أنا ما بعرف شو وجهة نظرك، ولكن استنادا لكلامي، طالما أنه اتفقنا على أنه هدول موجودين في قلب الدول الأربعة ولهم منطقة جغرافية واسعة ممتدين عليها بدون انفصال، يعني ليس بينهم فوارق جغرافية، منطقة كبيرة جدا، واتفقنا على أنه هن غالبية سكان الدول الأربعة اللي موجودين فيها، فإذا بالضرورة في لهم تاريخ لازم نبحث عنه. لأنه من غير المنطقي إذا اقتنعنا بهذه الأمور أنه نوافق على فكرة أنهم وافدين استنادا لهذه الأمور، وافدين هاي خلاص مسحناها. فإذا طالما أنهم ما وافدين بهالحالة هاي أنا صار يحق لي أني أدور على تاريخهم وابحث عنه. هون صار البحث عن التاريخ مبرر جدا وجميل جدا، ولكنه ينطلق من حقيقة جديدة اللي هي أقريت بالبداية بوجودهم استنادا لعوامل الحقيقة وليس عوامل التاريخ، عوامل الحقيقة. هون بقى بنروح على التاريخ. التاريخ شو بيقول بسوريا؟ تاريخنا بسوريا بيقول أنه الكرد هن عنصر وافد من العناصر الوافدة إلى هذه الجغرافيا، وتعامل أهل المنطقة بنبل معهم وأعطوهم إمكانية العيش على هذه الأرض. هيك بيقول التاريخ، مختصر التاريخ، ليس التاريخ كله بشكل مفصل. أنتم بتعرفوا أنه التاريخ دائما يذهب إلى تعريب المنطقة، يعني دائما نظريات تقود إلى التعريب. فبتجي بتطلع على كتب التاريخ من الصف الخامس الابتدائي اللي ببلش فيه دراسة التاريخ، بتبلش بالصف الخامس الابتدائي حتى الواحد يروح على الجامعة ويتخصص بقسم التاريخ. يعني عندي بيدرس تاريخ، كل هاي المرحلة الزمنية الطويلة اللي بتنضخ في عقل الإنسان العادي معلومات كبيرة جدا، بتنضخ على أساس الكذب اللي هو أن العرب هم صانعين هذه الحضارة، وانتهى الموضوع. وبيبرروا هذا الشيء بنظريات أثرية سقطت، لأنه النظريات الأثرية عند اللي بدك تناقش الآثار بدك تناقش ما قبل 1950 ما بعد 1950. ما قبل 1950 هي مرحلة ما قبل الكشوفات الأثرية، أو كان هناك كشوفات أثرية ولكنها كشوفات أثرية بسيطة جدا لم تثبت شيء، فكان هناك نظريات. بعد عام 1950 حصل تنقيب كبير جدا على الآثار، فتم مسح جميع النظريات الأثرية القديمة أو بغالبها، لأنه أثبت العلم الأثري أو علم الآثار كذبها أو على الأقل بطلان. بسوريا النظريات التي كانت تدرس بعلم الآثار وعلم التاريخ هي قبل 1950، ما غيروا فيها شيء على الإطلاق، لأنه بصراحة تخدمهم خدمة كبيرة جدا. أنتم بتعرفوا النظرية التي تقول بأن هذه المنطقة كانت منطقة فارغة، وجاءت هناك هجرات نتيجة تغير الظروف المناخية في شبه الجزيرة العربية، وانتقلت كثير من القبائل العربية إلى العراق وإلى سوريا وهذه المناطق واستقرت فيها وأنشأت حضارات. كلام مضحك جدا جدا جدا. على كل حال هاي من النظريات اللي سقطت، اللي هي بترجع لقبل 1950، اللي هي مرحلة ما قبل الكشوفات الجغرافية الكبيرة جدا، عفوا الكشوفات الأثرية. هلا لو جينا ندخل في علم الآثار اللي هو ظهر بعد عام 1950، وأكثر كثافة لعلم الآثار ظهرت بين عام 1970 حتى عام 2000 تقريبا. هاي أكبر مرحلة كشف أثري في سوريا كلها على بعضها.
عدد المواقع الأساسية التي تم كشفها في سوريا يتجاوز 22 إلى 23 موقع، ما بتذكر بالضبط. هاي مواقع أثرية كبيرة جدا، هاي مواقع ضخمة ومؤثرة جدا. وهناك المئات من المواقع الأثرية الثانوية، يعني العدد كبير جدا، ولكن المواقع الأثرية المهمة جدا في سوريا عددها 22 23 هيك شيء. هاي مواقع مؤثرة في علم الآثار، يعني أحدثت انقلاب في علم الآثار. هاي المواقع الأثرية بترجع لفترة جغرافية، عفوا ما بعرف ليش اليوم عم تطلع فترة جغرافية معي، فترة أثرية، فترة تاريخية معي، ممكن يكون قاري شيء اليوم ومعلق في مخي. بترجع كلياتها للحقبة التاريخية اللي هي بين 3500 قبل الميلاد إلى 400، هالفترة هاي 3500 إلى 4000 قبل الميلاد. وهناك بعض المواقع الأثرية التي يرجع تاريخها من 1600 قبل الميلاد حتى 4000، يعني عمرها طويل، عاشت فترة أطول من غيرها. لهالسبب نحن مؤرخ بالبداية والنهاية، فكانت نهايتها بعام 1600 وبدايتها في 4000 قبل الميلاد. تخيلوا هاي الفترة الزمنية الطويلة. عند اللي بتفكر أنت بهذا الرقم دغري مخك بيرجع، هاي حقائق أثرية، بيرجع مخك لرقم مهم جدا في علم الآثار اللي هو الانقلاب بين فترة ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، اللي كان الامتياز اللي خلى الإنسان ينتقل من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية هو كتابة التاريخ. يعني صار في أبجدية جديدة هذا الإنسان يؤرخ فيها. فاعتبر هذا الإنجاز الكبير جدا اللي هو اكتشاف الكتابة أو اختراع الكتابة، اعتبر نقل نوعي في علم الآثار بين العصور التاريخي وعصور ما قبل التاريخ. العصور التاريخي مؤرخة يعني، وعصور ما قبل التاريخ. هناك تسمية للعصور التي هي ما قبل التاريخ في بعض علماء الآثار بيسموها الحقبة البيضاء. شو يعني الحقبة البيضاء؟ يعني التي نجهل بصراحة تاريخها، ولكن استدلينا عليها بعوامل وبمؤثرات، ولكن نحن نجهل تاريخها. نرجع لسوريا استنادا لكل هذا الحكي اللي حكيناه. في سوريا استنادا لهذا العلم تم العثور على كثير من المواقع في سوريا التي تعود إلى فترة بداية التاريخ. وهاي الفترة تحديدا اللي أنا قلت لكم تم الكشف عن 22 إلى 23 موقع أثري ممتدة على جغرافية سوريا كلها، وليس في منطقة واحدة، ممتدة على جغرافية سوريا كلها. في بعض المواقع وجدت أساطير متشابهة جدا مع أساطير بعض الحضارات البعيدة، يعني متشابهة مع الأساطير السومرية، متشابهة جدا بل متطابقة. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، تم العثور على كثير من الوثائق الأثرية التي تم إخفائها والتي تسمي الكرد. هون في شغلة خطيرة جدا. لفظة كرد هي لفظة قديمة جدا وليس كما يتحدث عنها البعض. لفظة قديمة جدا، هي مسمى لشعب، مسمى لحضارة، مسمى لعرق. تمام؟ فإذا هن بيرجعوا لشيء نحن لسه لحد الآن بنجهله شو معنات لفظة كرد. هلا في ناس بيقولوا إنه كلمة كرد معناها الشعب المبعد، وهذا استنادا للحضارة السومرية. هذا الكلام صحيح، ولكن الوثائق الأثرية والمواقع الأثرية التي تم العثور عليها في سوريا هي أقدم من الحضارة السومرية نفسها. فإذا هذا نسف الحضارة السومرية وأقاويل الحضارة السومرية كلها. طيب، 4 مواقع أثرية وجدت في هذه المنطقة وهذه الحقبة الأثرية اللي هي 3500 إلى 4000 قبل الميلاد، وجدت في شمال شرق سوريا، وتتحدث بشكل صريح عن أن هذه المواقع هي مواقع كردية. 8 مواقع وجدت في سوريا في نفس المنطقة لم يوجد فيها دليل على أن الحضارة هي حضارة كردية أو أنهم يعني يمتون بصلة، ولكن وجد ما يثبت بأنهم على قرابة مع تلك المواقع. على قرابة، يعني بتعرفوا عند الواحد بيقعد مع واحد بيقول له فلان ابن عمي، فهمتوها؟ أيضا وجدت وثائق أثرية تثبت هذا، أنه في قرابة بين المواقع التي أكد فيها وجود الكرد والمواقع التي لم يؤكد فيها. صار عندنا قديش؟ صار عندنا 12 موقع. هدول 12 موقع هن من أصل 23 موجودات كلياتهم في شمال شرق سوريا، كلهم في شمال شرق. أنا بحكي عن شمال شرق سوريا هلأ تحديدا. خذوا بقى المفاجأة الكبيرة جدا. خلال الامتداد الجغرافي، هلأ بدي أرسم بمخكم شغلة لسوريا، بدكم تتخيلوا هلأ كل واحد منكم معي سوريا من بدايتها في المثلث اللي هو التقاء الثلاث دول،
وبتجوا بتقسموا سوريا بشكل وسطي، بشكل وسطي، بتاخذوا خط عرضاني لحتى توصلوا لآخر سوريا من المثلث الأخير الذي يربط الأربع دول. يعني هون في عندنا مثلث فيه 3 دول بيربطها تعرفوه، وهون في عندنا مثلث بيربط 4 دول. بين النقطتين هدول خذوا خط مستقيم وانزلوا فيه لحتى تلتقى النقطتين البعاد عن بعض. 23 موقع كلياتها في هذا النصف الأعلى، كلها في هذا النصف الأعلى. في بعض المناطق الجغرافية التي هي بعيدة جدا عن شمال شرق سوريا وجدت مناطق جغرافية فيها مواقع أثرية. هذه المواقع الأثرية أيضا تحدثت عن قرابتها مع المواقع الأربعة. لم تسمي ولكن تحدثت عن قرابتها. تخيل قديش المسافة بعيدة سوريا كلها. لأنه أنتم بالطبيعة هلأ عند اللي حطيتوا هاي الخريطة في مخكم فهمتوا أنه هاي سوريا المفيدة في الزمن الماضي. المنطقة التي هي في الطرف الآخر كانت صحراء، والناس كانت تهرب من الصحراء، يعني لم يكن فيها مؤهلات للحياة. فإذا بهالحالة هاي هون نحن عندنا كارثة كثير كبيرة لازم ننتبه لها. صار في عندنا في بداية سوريا وفي آخر سوريا صار في عندنا قرابة بيناتهم. المواقع التي في شمال شرق سوريا تحدثت وبشكل واضح على أنه هناك عنصر يسمى الكرد هو بنى هذه الممالك. طيب في نقطة كمان ثانية. المواقع الأثرية التي عثر عليها في سوريا والتي تعود إلى 3500 إلى 4000 واللي قلت لكم بعضها امتد إلى 1600 قبل الميلاد. هاي المواقع كلياتها على شكل التل المنبسط، ليس تل بهذا الشكل، تل منبسط. هذا التل المنبسط هو بداية تشكيل المدينة الصغيرة التي سبقت عهد ظهور الإمبراطوري، اللي هو أقدم من أول إمبراطوري في التاريخ اللي هي الإمبراطوري السومري. هذا التل المنبسط كان بداية تشكيل الدولة الصغيرة أو المدينة الصغيرة. حول كل تل أو قريب من كل تل تماما، مثل جنديرس وغير جنديرس وتل منباقة وقضايا كثير. هذه التلول التي تعود إلى هذه الحقبة يوجد حول كل تل، ليس بقرابة يعني ليس هناك قرب جغرافي، ولكن في المنطقة يوجد كثير من التلول التي هي بهذا الشكل، ليست منبسطة، تلول مرتفعة فقط. التلول المرتفعة هي بداية التشكيل البشري للقرية الصغيرة، بداية التشكيل البشري للتجمع البشري. طيب فإذا هون بدنا نتوقع أنه التلول المنبسطة هي حالة تطورية عن التلول التي هي بشكل هرمي بهذا الشكل. التلول المنبسطة كانت بداية تشكل المدينة. عثر على بعض الوثائق الأثرية التي تقول بأن من أنشأها هم الكرد. طيب التلول الهرمي هي الحالة التي سبقت. فإذا أنا بدي أتخيل الموضوع بهالشكل هذا. هون بقى نظريات أثرية حقيقية، هون مو لعب، هون نظريات أثرية. كانت البشر في البداية تعيش بجانب التل الهرمي بجانب، ومن ثم أصبح هناك حالة تجمع بشري، فتحول البشر مثل ما بتعرفوا أنتم إلى حالة الغزو، فأصبح من الضروري للبشر أن يفكروا بالحماية، فأصبح هناك ضرورة للسور. فترك أصحاب هذه التلول الهرمية مناطقهم وذهبوا باتجاه منطقة تتيح لهم بناء مدينة مسورة من أجل الحماية. السور كان سور ترابي، فظهر التل المنبسط في الوسط والذي لديه سور ترابي في الأعلى من أجل الحماية. فإذا هن نفسهم. طيب مين هن هدول الناس اللي عملوا التل الهرمي؟ مين هن؟ هن نفسهم اللي عملوا التل المنبسط، لكن اتطورت الحالة فأصبح لازم يكون في حماية. التل، وهون المفاجأة الكبيرة، التل الهرمي يعود إلى فترة ما قبل التاريخ. فترة ما قبل التاريخ. فترة ما قبل التاريخ هي تبدأ ب4000 قبل الميلاد وروح يا معلم. لا تسأل إمتى، لأنه بصراحة ما فيك تعرف إمتى. في كمان حقيقة ثانية. التلول الهرمية عم بكتب هيك أو عم بعمل هيك بإيدي مشان دائما تضلوا تتخيلوا كل واحد منكم يروح لسوريا. هاي التلول اللي بهالشكل هذا. التلول الهرمية وجد فيها وثائق بدائية ليست متطورة. الوثائق البدائية التي وجدت فيها والكثير منها اللي هي إما رسومات ومنحوتات
أو آلهة بدائية أو نوع من أنواع الفخار الخاص الذي عليه أحيانا بعض المنحوتات وأحيانا قد لا يكون. كلها تتشابه بل أحيانا تتطابق مع التي وجدت في التلول المنبسطة. شو بدل هذا؟ بدل على أنه الأصل واحد. هذا اسمه علم آثار، هذا ما اسمه كذب، هذا اسمه علم آثار. لاحقا ظهرت الحضارة السومرية لاحقا، وكانت أكبر كارثة بتاريخ الآثار ظهور الحضارة السومرية. ليش؟ لأنه الحضارة السومرية كانت أول دولة في تاريخ البشرية تهدف إلى التوسع الكبير، بدهم يتوسعوا كثير هدول الجماعة، ما كان عندهم مؤهلات التوسع، فصنعوا كثير من الخرافات والأساطير التي تقول بأن الكرد هن جزء منهم. يعني في مسافة كثير كبيرة بين السومريين وبين الكرد بمكانهم الموجودين فيه بتلك اللحظة، فغير قادرين على أنه يقطعوا هاي المسافات من أجل أنه يحتووا هاي البلاد ويأخذوها، وغير قادرين على أنه يقنعوا الكرد أنه يجوا لعندهم باعتبار أنه هن حضارة كبيرة، وكان هناك حاجز جبلي أيضا موجود بيناتهم، كل العوامل لا تساند. فما لقوا السومريين غير شيء واحد فقط لا غير، نحن منخلي هاي الحضارة هي بنتنا. فصنعوا شوية أساطير، منها أسطورة الإبعاد. أسطورة الإبعاد التي تحدثت بلفظ كرد، بالمناسبة كرد، هيك حدثوا بلفظ كرد، ما جابوا لفظ جديد، لا استخدموا الاسم. تحدثت نظرية الإبعاد أو أسطورة الإبعاد على أن الكرد هن كانوا جزء من السومريين وبظروف معينة طلعوا من عند السومريين، هيك يعني بظروف معينة، اللي هي قصة خرافية تقتضي بأن يتم حماية الأطفال الذين سوف يموتون وكل هالقصص هاي، ومن أجل القرابين وقصص كتير كبيرة. فمشان هيك بعدوا هدول الكرد بظروف معينة، فتم ألصاق كلمة الكرد مع المبعدين، يعني الشعب المبعد، الأطفال المبعدين، بعدين صاروا المبعدين يعني الكرد. هيك بالنسبة للقاموس السومري، ولكن هذا كذب، لأنه الوجود التاريخي بسوريا والمثلث اللي كنت عم بحكي لكم عنه قبل شوي وفي مناطق سورية أخرى، هذا بينفي لأنه هو أقدم من الحضارة السومرية نفسها. فإذا السومريين حاولوا يستفيدوا من الحالة السياسية فقط لا غير. ما جرى لاحقا في سوريا، نحن هلأ عم نحكي عن سوريا، ما جرى لاحقا في سوريا أنه حصلت كشوفات أثرية كبيرة جدا ضخمة بشكل مو طبيعي في فترة السبعينات. أول كشوف أثري تحديدا حصلت في عام 1964، أول كشف أثري، يعني أول ما أجت بعثات وصارت تنقب عن الآثار في هذه المنطقة كتنقيب حقيقي وأكاديمي. قبل منها كان فيه ولكن ليس بهذه الطريقة. من عام 1964 ولاحقا حصلت كشوفات كبيرة جدا. هون اصطدمت السلطات السياسية بحقيقة جديدة. السلطات السياسية كانت معتمدة على الوجود العربي والتاريخ العربي، مثل ما قلت لكم إذا بتتذكروا قبل شوي، ما قبل 1950 ما بعد 1950، لا هيك بدها تخرب الدنيا. فإذا لازم يكون في مراقبة حقيقية للمواقع الأثرية من أجل أنه كل ما يطلع دليل يتم شفطه وإبعاده، ما لازم يكون موجود. فتم وضع مع كل بعثة أثري رجل أمن، مثل ما عم بحكي لكم، تم وضع مع كل بعثة أثري رجل أمن مهمته التخابر مع السلطات بشكل مباشر بصفة عالم آثار. شو أنت؟ أنا عالم آثار، بس هذا عالم الآثار السوري لا بيروح على الآثار ولا بيعرف ينقب على الآثار ولا شيء، وعيطينه شهادة هيك بتملى الحيط اللي وراي، بس ما له شغلي أبدا على الإطلاق بالآثار. قيعد كل نهار، أنا دائما بحكيها، قيعد مع الطباخ بياكل وبيشرب قهوة وبيبصبص كمان على الأجنبيات، وهذا شغله. عند اللي بيخبر انه في شغله تم الكشف عنها دغري مباشره بيترك شغله وبيروح. اذا كان هاي الشغله فيها اي مستمسك تاريخي بيخبر السلطات فورا، بتيجي السلطات بتاخذها وبتضل رايحه وبتمارس عمليه قمع رهيبه على الناس وعلى كل الموجودين بالحريه، فيتم اخفاء الوثائق الاثريه. فهناك اكثر من 20,000 وثيقه اثريه مخفيه في سوريا، أكثر من 20,000 وثيقة أثرية. هل تعلمون أكثر من 20,000 وثيقة أثرية إما بشكل مكتوب أو بشكل منحوت أو مرسوم، مخفاة بشكل مطلق. بقي في عنا الأمور التي هي لا تؤثر، يعني مثل مثلا على سبيل المثال المنحوتات الجنائزية وقصص والرقيمات اللي عددها كبير جدا، اللي بتحكي عن كل شيء ما عدا الأصول. هاي معلش ما في مشكل، ناخذها بنحطها بالمتاحف وبنفرجي الناس عليها.
وظهرت لاحقا، لسه شغله جديده ما ضل الموضوع هيك، ظهرت ورشات تزوير التاريخ في دول الشرق الاوسط. كان في عندنا شغله اسمه ورشات تزوير التاريخ، علماء اثار حقيقيين شغلتكم انتم تعالوا هون بدنا نبعتكم. عم بقول لكم هيك، انت فاشل وجايب معدل 48% بقسم التاريخ، بس مع ذلك نحن بدنا نبعتك تروح تقعد لك سنتين ما تخلي شغله الا تسويها في اي دوله وتجيب لنا شهاده دكتوراه، وتعال هون بعدين في شغل لك. شو هو الشغل؟ بس ترجع بنحكيك. بيرجع بيقولوا له شغلتك تكتب لنا تاريخ. ما هذا ما بيفهم بالتاريخ خالص على الاطلاق. بيجي بيكتب لهم تاريخ مثل ما بدهم، بيسوي هذا عربي وهذا عربي وهذا عربي وهذا عربي، خلاص الجميع عربا، ما هو على ما صار، وفعلا يمتلك شهاده تاريخ. ورشات تزوير تاريخ حقيقي. وظهر التاريخ المزور الذي ليس فيه كلمه وحده حقيقيه. لها السبب أنا اللي بدي أقوله قبل ما أنتقل للنقطة الثانية، لأنه أنتم أخذتوا كلكم دوري وبدكم تتحملوا، مو بيدكم. ورشات تزوير التاريخ جعلت الإنسان ضحية. يعني هلق عند اللي بيجي إنسان بيطلع بيقول حكيكم مو صحيح، أنا بطلع له بصراحة ضحية. أنا بدي أصطدم مع ضحية، هذا ضحية الفكر اللي انزرع بمخه. أنا مشكلتي ما معه. أنا ما بدي أنزل بمعركة مع الضحايا، ضحايا هدول ضحايا، يا واحد من صف الخامس لا يطلع. والله في موقع أثري، يعني دائما أنا بتحفظ على الأسماء، قلت لكم بهالمرحلة هاي ليس وقت هذا الكلام، اعذروني يعني. في موقع أثري أنا داخل وطالع عليه كثير، وقاعد مع البروفيسور اللي كان بيحكي، كان عم ينقب فيه يعني. أنا بتذكر لحد الآن إنه بصف الخامس الابتدائي في درس عليه في درس عليه حاكي عن أصوله العربية وقصصه، يقول لك ما في ولا شيء عربي خالص على الإطلاق، وهو يعتبر من أهم المواقع الأثرية في العالم وليس في الشرق الأوسط، في العالم. في درس بصف الخامس عليه، تخيلوا أول واحد ما بيدخل بيدرس على هذا الموقع عربي، لك ما في ولا شيء عربي، ولا له علاقة بالعروبي، ولا عمروا الموقع عربي، ولا شيء على الإطلاق. وهذا ينطبق على كل المواقع الأثرية التي هي موجودة بسوريا. فإذا الإنسان هذا ضحية هاي الكتابة، عم يقرأ، عم يضخه بمخه. لك يا أساتذة لو جبتوا واحد دارس تاريخ ما قادر يقول لكم هذا الحكي، لأنه بصراحة عند اللي فات أول شيء أعطوه كل سنة 12 مادة. هاي 12 مادة خلال 4 سنوات كلها بدي يدرسها بتحكي عن التاريخ العربي في سوريا من 11,000 سنة وانت جاي، مع أنه التاريخ العربي مش لهالحجم هذا. فإذا هذا الإنسان ضحية، اللي دارس تاريخ ضحية، والإنسان العادي ضحية، والسياسي اللي مقتنع بهاي الفكرة ضحية، بس يعني ليس مبررا له، لأن المفروض أن السياسي يكون مخه منفتح، فما مبرر له. فأنا ما بدي أعلق مع الضحايا، ولا عندي مشكلة مع الضحايا، ولا ممكن أني أهدر وقتي مع الضحايا. أنا بكفيني أنه أنا ما قبلت على نفسي أن أكون ضحية.